مشاهدي ومتابعي قناة ماركت إيموبيلية طنجة، نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال داخل أو خارج أرض الوطن. اليوم انتقلت بكم المنطقة ديال كزناية في التجزئة هذه. غادي نشوفوا منزل مستقل للبيع في جوج ديال الواجهات. هذا هو الحي اللي كتواجد فيه المنزل كيف ما كتشوفوا، جوج ديال الواجهات والطريق الكبيرة اللي كيدوزو منها الترونسبورات اللي كديو لا زون فرانش. على بركة الله ندخلوا للدار ونشوفوها من الداخل كيفاش عاملة، ونعرفوا عليها جميع التفاصيل صوتا وصورة. كيف ما كتشوفوا فالمنزل كتكون جوج طوابق وسدة وكراج ولاكاف. المساحة ديال المنزل فهي 98 متر، المساحة اللي مبنية فهي 124 متر، جوج ديال الواجهات. اذا بالنسبة للكراج فعنده كذلك سدة ولاكاف اللي عندهم الدروج. كيف ما كتشوفوا غادي نطلعوا نشوفوا السدة اللي يمكن لكم تستغلوها، تعملوا مشروع مثلا ديال القهوة او بانادرية. هذا السدة اللي مرتبطة بالكراج من خلال الدروج اللي غادي تشوفوا. فعزيزي المشاهد، جوج ديال الواجهات، الشميشة تبارك الله ما كاينش الضوء، ولكن وفي العشية صورتها فما احتاجيش الضوء، كلشي كيبان واضح. هادو هما الدروج، يا اما تخليو الدروج كيف ما قلت لكم وتستغلوها كمشروع كراج وعنده السدة ديالو، يا اما تعملوها طابق كذلك وتستغلوه كسكنة. وهذه فرصة عزيزي المشاهد بالنسبة للناس اللي كتقلب على الدار سومي فيني انها تعمل الذوق ديالها اللي بغات في الدار، وكذلك فرصة استثمارية بحكم كيف ما كتشوفوا الطريق الكبيرة اللي كتدير لا زون فرونش، والدار جات عندها جوج ديال الواجهات. وهذا الطابق الاول عزيزي المشاهد كيف ما كتشوفوا مازال مفتوحة، يعني دار داكشي اللي كتبغي انت واللي يعجبك انت في هذه الدار هذيك، بحكم انها سومي فيني. وللاشاره فصاحب المنزل لولا لظروف خاصه يعني بناها على العشق ديالو في الجوده ديال البناء. فراكم عارفين بالنسبه للانسان اللي كيبغي يبني دارو فغيمكنلوش انه يغش في بعض الامور بحكم انه غادي يسكن فيها. كيف ما كتشوفوا هنا كاينه البالكون، فكل طابق عنده نفس الفصاله، المساحه ديال 124 متر، بحكم اننا حنا في الطابق الاول والطابق الثاني في المساحه ديالهم 124 متر. اما فيما يخص الحالة القانونية ديال المنزل فالارض محفظة والبني كذلك محفظ. ودابا غادي نطلعوا ونشوفوا الطابق الثاني ومن بعد غادي نشوفوا السطح. فإلا كنتي عزيزي المشاهد اول مرة كتشاهدني فما عليك الا تعمل الاشتراك وتفعل الجرس باش تعيش معايا رحلة البحث على مختلف العقارات هنا في مدينة طنجة. وكذلك الى عندكم نوع من العقار وبغيتوا تعرضوا على القناة فما عليكم الا تتواصلوا معايا كذلك على الرقم اللي كيبان لكم في اسفل الفيديو. اذا هذا هو الطابق الثاني، كيف ما قلت لكم نفس الفصاله، كيبقى غير الذوق ديالكم في الفينيسيون اللي غادي تعملوه. بالنسبه للثمن ديال الدار فهو 198 مليون سنتيم، والثمن فيه شويه ديال المفاهمه. هذا هو العرض اليوم عزيزي المشاهد. الا بغيتي المزيد من المعلومات او تزوروها فما عليكم الا تواصلوا معايا على الرقم اللي كيبان لكم في اسفل الفيديو. ولا باس للذكر بالمعلومات بالنسبه للموقع، فقلنا منطقه كزناية، هذا الشارع الكبير اللي كيدي حتى لا زون فرانش. المساحه ديال الارض 98 متر، الارض محفظه والبني محفظ. بالنسبه للمساحه الاجماليه ديال الطابق الاول والطابق الثاني فهي 124 متر، كتكون من لاكاف وكراج وسدة وجوج ديال الطبقات. وهذا هو السطح عزيزي المشاهد. هادو هما المعلومات، نتمنى نكون توفقت في شرح المحتوى صوتا وصورة. وإلا وصلت حتى لهنا ما تنساش تعمل الجيم، او لا الا كنتي مازال ما عملتي الاشتراك اعمل الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد في عالم عقارات ماركت إيموبيلية طنجة. كان معكم فؤاد الراضي، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.